لو في حاجة واحدة بس اتعلمناها من موضوع كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا، إن إحنا لازم يبقى عندنا معرفة بالاقتصاد، ومش لازم معرفة كلية، على الأقل معلومات عامة. لازم يبقى عارفين يعني إيه الدولار الأمريكي، ويعني إيه رفع الفايدة، ويعني إيه انخفاض الفايدة، وعلاقته بالذهب وبالبورصة، ويعني إيه كلمة الأموال الساخنة. على الأقل المعلومات دي تخليك بعد كده تحفظ في قيمة أموالك، أو تعرف تستثمر إزاي بعد كده، وتنقل الثقافة دي لأولادك. من ضمن الحاجات اللي شفناها الفترة اللي فاتت ناس كتير سألتني عليها ارتفاع أسعار الذهب المبالغ فيه، اللي تقريبا من يوم 26 لغاية يوم 29 رفع $1000. وكان ايه السبب في حاجه زي كده، وايه اللي خلاه ينزل النزله العنيفه اللي احنا شفناها دي، متوقع يوصل فين الفتره اللي جايه؟ بص يا صديقي، باختصار كده الدين الامريكي وصل 34 تريليون دولار، وده بيضغط جامد جدا على مفاصل الاقتصاد الامريكي. ده غير ان البنيه التحتيه بتاعت امريكا محتاجه فلوس كتير جدا، بعض الاحصائيات قالت ان هي توصل ل 300 400 تريليون دولار كمان. ترامب لما مسك شاف الارقام دي، طبعا هو كبزنس مان ما عجبوش، قال لك لا، نزل على دول الخليج لم منهم استثمارات على قد ما يقدر، وراح على روسيا واوكرانيا وقال لها انا اللي عايز المعادن النفيسه بتاعتك مقابل الاسلحه اللي انت تاخديها مني الفتره اللي فاتت كلها. وراح على فنزويلا، وزي ما انت شفت عمل حركه كده من افلام رامبو، وخد الراجل معاه ورجع وقال لك انا هحط ايدي على النفط بتاع فنزويلا اللي هو يعتبر اكبر احتياطي نفط في العالم كله. ده كفايه؟ لا، حب يعمل حركه صغيره قوي كده. احنا عارفين كلنا ان امريكا عندها اكبر احتياطي ذهب في العالم، فعمل ايه؟ راح محرك حملات الطيارات بتاعته ناحيه ايران. طبعا الناس كلها شافت كده، قال لك ده في حرب هتحصل في ايران والمنطقه كلها هتولع، والناس كلها راحت تجري تشتري الذهب. بدا الارتفاع معانا من يوم 26 وقعد يعلى 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 لغايه لما وصل يوم 29 $5588. راحت امريكا مطلعه لها شويه ذهب كده بيعاهم في حدود 4-5 تريليون دولار. وبعد كده لما الناس بدات تفهم اللي بيحصل، راح ترامب قال لك ولا ليه ضرب ايران ولا حاجه، والبريجات هتبدا ترجع واحده واحده. فالذهب بدا يرجع ينزل تاني لغايه لما وصل للقاعده $4686. يعني من الاخر كده ترامب عمل حركه عشان يبيع شويه ذهب من اللي عنده ويقلل شويه من المديونيه اللي عنده. خلي بالكم التريليون ده احنا بنتكلم في 20 او 25 مليار دولار بتاعت راس الحكمه خرجت مصر من ازمه اقتصاديه. احنا بنتكلم في ارقام رهيبه. المهم دلوقتي وضع الذهب بينا رايح فين؟ بص يا صديقي، الذهب دلوقتي القمه بتاعته كانت $5600، وصل للرقم ده حصلت عليه عمليات بيع عنيفه، نزل $5100. فالناس قالت لا بيعمل بول باك، ودي فتره تصحيح وراجع تاني. رجع جاب $5400، ما قدرش يكسر القمه اللي فاتت دي، ونزل تاني $5150. بدأ يجمع تاني ويطلع 5200، ما قدرش يكسرها، نزل 85، طلع 529، وبعد كده بدأ ينزل تاني ل $4679. طلع عند كام؟ 4926. وما قدرش، المفروض كان عشان يكمل طلوع يكسر القمة اللي فاتت دي اللي هي $5000، ما قدرش يكسرها، نزل تاني 4800، والمفروض يطلع تاني. لو الذهب ما قدرش يكسر القمة دي اللي هي $5000، هينزل تاني فين؟ شايفين التصحيح العنيف ده؟ هينزل معانا لغاية $4685 اللي هي القمة اللي طلع منها. يعني تقريبا القمة اللي طلعت في ال10 ايام دي كلها هتطلع وتنزل زي الاول. لو لا قدر الله كسر القمة دي كمان، هيمشي في القناة السعرية العرضية دي اللي هي $4400 او $4300. ده متوقع حركة الذهب الفترة اللي جاية. الذهب يرجع تاني يكسر القمة اللي هي $5600 دي في حالة واحدة بس، لو امريكا بدأت العمليات العسكرية ضد ايران. غير كده متوقع لما تفتح البورصه يوم الاثنين الجاي على برضه حركات بيع للاسف في الذهب. ودايما بقول يا جماعه الذهب من الملاذات الامنه والحاجات الكويسه في الاستثمار، بس برضه في ريسك وفي خساره. لو احنا لاحظنا وخدنا بالنا في الشارت هنا، الذهب سنه 80 كان عامل $800، دي اعلى قمه وصل لها. بعديها على طول بسنتين، سنة 82 نزل ل $312، وفضل ماشي في القناة السعرية دي طالع نازل بين 312 336، مرجعش جاب السعر تاني اللي هو كان عليه اللي هو تقريبا $800 غير سنة كام بقى؟ سنة 2009. يعني قعد 29 سنة في مراحل هبوط، بدأ يطلع تاني في 2006، وده بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية اللي حصلت، وطلع من 2006 ل 2012، وبعد كده خد مرحله هبوط تاني لغايه 2015. يعني اللي اشترى ده في 2011 ب $1800 قعد يخسر فيه لغايه لما وصل $1100 في 2015. فالدهب زيه زي اي استثمار، فيه طلوع وفيه نزول، وما ينفعش يبقى هو محفظتك الاستثماريه كامله. ودي حاجات نبقى نتكلم عليها ان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله. يا ريت كل حاجه النهارده عشان ما اطولش عليكم. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.